كمونتير فانت دايما بتدور على الشكل اللي يرفع شغلك، يخلي العميل ينبهر ويشكر فيك والمشاهد يوقف الفيديو ويعيده تاني. بس المشكلة اغلب الاستايلات بقت متشابهة وكمان محفوظة، لحد لما قابلني الستايل ده. ستايل مهما عدى عليه من زمن فيفضل مطلوب جدا في السوق، عبارة عن مزيج بين ستايل كولاج وحركة كاميرا خفيفة في الموضوع. كل ده بينطبق تحت مسمى نقدر نقول الستوري. لو حاولت انك تدور فهتلاقي ان الستايل ده دايما مربوط بقصة معينة. ففي الفيديو ده هقولك ازاي تعمل الستايل ده خطوة بخطوة لحد ما تعمل الشغل ده بنفسك. وطبعا كل الملحقات اللي مستخدمينها في الستايل هتلاقيها موجودة في وصف الفيديو. قبل ما نبدأ حابب أعرفك إن المنظور الأول لتمثال يوليوس قيصر والمباني اللي حواليه هيتغير بعد كده، هيتعدل عليه في نص الفيديو. بصراحة ما حبيتش إن أنا أقص المنظر الأول اللي اتعدل عليه، الشكلين أحسن من بعض وحبيت إن أنا أسيبهولك عشان برضك لو عايز تمشي على المنظور الأول ففي الآخر هو ذوقك. وما انصحكش إنك تعمل سكيب للمنظور الأول وتروح للمنظور التاني على طول، لأن في افكتات مش هتتشرح في المنظور التاني. فطبعا التفاصيل البسيطة اللي ممكن تسكبها بتفرق جدا في جودة المونتاج. وبس يعني كمل يا وحش. وبعدين نضيف صورة المبنى الروماني. طبعا هتلاقي ملحقات الصور دي كلها موجودة في وصف الفيديو. ونكبر في السكيل شوية ونغير البوزيشن بتاعه بحيث انه يكون في جنب الفيديو. بعد كده نروح نعمل كنترول دي لنفس الصورة عشان ناخدها كوبي، وندوس اس عشان نفتح السكيل. هنقفل الخانة دي من هنا ونخلي ديت الرقم بالسالب، ساعتها تظهر لنا الصورة بعكس اتجاهها. ونحرك في البوزيشن شوية بحيث انها تكون مطابقة لنفس الصورة ولكن المرة دي من ناحية الشمال. بعد كده نضيف الصورة التالتة ونكبر في السكيل شوية، ودي هتبقى صورة المبنى اللي في الخلفية اللي ورا. ونسحب الصورة دي نخليها اخر حاجة في الصور ونخلي تمثال يوليوس قيصر اول حاجة. بعد كده نضيف الصورة الرابعة واللي هي صورة السحب ونخليها اخر حاجة من ضمن الصور. ونروح نعمل نيو ونضيف الشيب لاير، نخلي الشيب لاير اخر حاجة. ومن فوق نتأكد ان احنا مختارين شكل الدايرة وندوس شيفت واحنا بنسحبها بحيث ان هي تطلع شكل كورة مش شكل بيضاوي. بالنسبة للون فانا مختار اللون الاصفر بحيث ان هي تدي شكل الشمس. ونخلي الشيب لاير تكون قدام صورة السحب. ومن افكت نروح نبحث عن تأثير تنت ونضيفه للصور، نضيفه لتمثال يوليوس قيصر وهتلاقي لونه اتغير بالشكل ده. ناخد التأثير كنترول سي وننزل نضيفه لبقية المباني كنترول في. ممكن نغير شوية في تمثال يوليوس قيصر بحيث برضك ان هو يكون باين، نلعب في السكيل والبوزيشن شوية. بعد كده نضيف صورة سحابة فردية ونقلل في الاوباسيتي بتاعتها شوية وناخدها كنترول سي، ناخد لها كذا نسخة ونغير في اماكنها بحيث ان هي تكون قدام المباني. والسحاب لما بيكون قدام الصور بيدي ايحاء ان انت في جو الستوري زي وكأنك بتحكي حاجة في الماضي. وبالنسبة لحركة الكولاج فهنروح نبحث عن افكت ويجل بوزيشن ونضيفه لصورة التمثال. هنخلي الاماونت على 2 ونروح بردك نضيف الويجل روتيشن ونخلي الاماونت نص. طبعا ده اختصار كبير جدا لحركة الكولاج، ان في ناس بتستخدم الكي فريم بالنسبة للبوزيشن وكمان الروتيشن، وده طبعا بياخد وقت كبير جدا ولسه هتعلي في البوزيشن وتقلل، فالموضوع ده بياخد وقت كبير. فالافكت ده سهل كتير جدا علينا في حركة الكولاج. وطبعا هنضيف نفس الافكت بالنسبة لبقية الصور. حركة بسيطة للكولاج، طبعا احنا مش عايزينها تكون سريعة، لو انت محتاجها تكون اسرع من كده فتعلي في الاماونت شوية. وهنروح دلوقتي لمشهد الورقة اللي هتتقطع من النص. اول حاجة هنضيف صورة الورقة، هتلاقيها بردك من ضمن ملحقات اللي هتلاقيها في وصف الفيديو. ونروح نبحث عن افكت فور كولر جريدينت ونخلي مود مالتي بلاي ونلعب في الالوان شوية ونخليها على الابيض الغامق. طبعا الالوان بترجع لذوقك بس حاول انك تخليها مزيج ما بين الابيض الغامق والابيض الفاتح. بعد كده كنترول تي ونضيف التكست اللي موجودة معانا ونكتب كلمة روما. نكبر في السكيل شوية ونخليها في نص الصورة. وبالنسبة للمود فنخليه بردك على مالتي بلاي. سلكت على التكست وكمان صورة الورقة وندوس كنترول شيفت سي بحيث ان احنا نخليهم في كومبوزيشن واحد. بعد كده نروح نعمل نيو ونضيف السوليد جديدة. وعشان نسهل الموضوع فهنخفي السوليد بحيث ان احنا نشوف اللي وراها، ونتأكد ان احنا عاملين سلكت على السوليد ومن فوق نختار ماسك القلم ونعمل خط متقطع بالشكل دوت بحيث ان هو يكون في منتصف الصورة. بعد كده نرجع نعمل اظهار للسوليد وتطلع معانا بالشكل دوت. ومن افكت نبحث عن التأثير دوت ونضيفه للسوليد. ومن اعدادات الافكت هنخلي البوردر 50 واللي تحتها 5 ونخلي السكيل ل 200 ونعلي دي على اخر حاجة ونخليها 10. ومن التراك مات هنخلي كومبوزيشن الصورة مرتبط بالسوليد. وما تنساش تفعل الخيار دوت عشان يديك الشكل ده. سلكت على كومبوزيشن والصورة وندوس كنترول دي ونخلي كل كومبوزيشن والصورة فوق بعض ونلغي الخيار ده لواحدة من الكومبوزيشن. وتأكد ان الصورة والكومبوزيشن اللي متفعل ليهم الخيار يكونوا هما اللي في الاول. بعد كده نعمل سلكت على كل صورة وكومبوزيشن وندوس كنترول شيفت سي عشان نعملهم في كومبوزيشن لوحدهم. ومن افكت نبحث عن التأثير ده ونضيفه للكومبوزيشن ونخلي الباك اوباسيتي على 100 ونطلع للكنترول ونختار توب ليفت كورنر. ومن هنا
ونفعل كي فريم للفولد بوزيشن ونحدد بدايتها ونتحرك شويه قدام ونسحب البوينت بالشكل ده. ودي كده النتيجه بعد ما حددنا الكي فريم. ممكن برضك نرفع بوينت البدايه فوق شويه بحيث ان هي تدي شكل احلى. سيلكت على الكي فريم ونروح للجراف اديتور ونعمل شكل منحنى بالطريقه دي بحيث ان هو يكون بطيء في البدايه وسريع في الاخر. ونرجع للاصل وندوس كليك يمين على اول كومبوزيشن عندنا ونروح لكرييت ونفعل الخيار ده. ساعتها يحدد لنا كومبوزيشن في البروجكت من فوق. سيلكت وندوس كنترول دي، بعد كده كليك يمين ونروح نغير الاسم. ناخد الكومبوزيشن الجديده ونضيفها تالت واحده ونعمل لها اخفاء. ومن الكومبوزيشن الاولى نروح لافكت كنترولز، ومن التاثير اللي ضايفينه هنروح نحدد هنا اسم الكومبوزيشن الجديده. دبل كليك على كومبوزيشن جديده ودبل كليك تاني على الكومبوزيشن اللي جواها، وناخد صوره الورقه كنترول دي ونرجع للكومبوزيشن جديده ونعمل كنترول في ونمسح الكومبوزيشن اللي كانت مضافه. ومن تراك مات نختار الوايت سوليد. ولما ترجع الاصل هتلاقي ان الصوره لما تيجي تتحرك قصه الورقه مش هتلاقي الكلام ظاهر من ورا. عارف ان هي ممكن تعقد شويه، ولكن لو دققت هتلاقي ان الموضوع بسيط، عباره عن مجموعه كومبوزيشنات داخله في بعض، ولكن في الاخر هي حاجه بسيطه. نروح دبل كليك على كومبوزيشن تانية وندوس كنترول دي للوايت سوليد ونخلي الوايت سوليد الجديده اخر حاجه ونعمل لها اظهار. ومن البوزيشن نحاول ان احنا نرفعها فوق شويه بحيث ان هي تاخد شكل الورقه المتقطعه. كنترول دي ونعمل نفس النظام للشكل من تحت. ولما نرجع لاصل هنلاقيها ظهرت معانا بالطريقه دي. محتاجين ان احنا نضيف لها شادو، فنروح ونضيفه للكومبوزيشن الثانيه. ومن اعدادات الافكت حاول انك تلعب فيها شويه لحد ما توصل لشكل يرضيك. وهنعمل نفس النظام بالنسبه للكومبوزيشن الاولى والعب في الاعدادات شويه لحد ما توصل لشكل يرضيك. بالنسبه للقطه اللي كانت هنا فالتصوير قطع مني في نص الموضوع، ولكن دي حاجات بسيطه. كل اللي عليك انك تعمل سيلكت على كل الصور اللي كان موجوده تحت الثلاثه كومبوزيشن. بعد ما تعمل عليهم سيلكت دوس كنترول شيفت سي عشان تعملهم في كومبوزيشن لوحدهم. بعد كده نخفي الكومبوزيشن والسوليد الاخيره ونضيف وش تمثال يوليوس قيصر بالطريقه دي. طبعا هتلاقي الصوره دي موجوده في الملحقات اللي هتلاقيها في وصف الفيديو. ونضيف صوره الغيوم ونخليها قبل يوليوس قيصر. بعد كده ندوس كنترول تي عشان نضيف التكست ونكتب الاسم اللي عايزينه. ومن افكت نبحث عن تاثير جريديان رامب ونضيفه للتكست. نخلي اللون الاسود يكون من تحت واللون الابيض من فوق ونحدد البوينت بالطريقه دي. كنترول دي للتكست ونسحبها لتحت شويه ونكتب التاريخ 44 بي سي ونرجع للتاثير اللي كنا ضايفينه ونحدد البوينت تحت شويه. بعد كده نروح نعمل نيو ونضيف شيب لاير ونتاكد من فوق ان هي معموله على مستطيل واللون الاحمر، ونعمل الشيب لاير بالشكل دوت بحيث ان هي تكون علامه مميزه للتاريخ. بعد كده نروح نعمل نيو ونضيف السوليد جديده ومن افكت نبحث عن التاثير ده ونضيفه للسوليد وده يدينا شكل الرعد او البرق. بعد كده نروح نبحث عن افكت تنت ونضيفه للسوليد تاني وده هيدي البرق اللون الابيض في اسود. سيلكت على السوليد والشيب لاير وكمان التكست ونخليهم يبقوا قبل الكومبوزيشن. بعد كده نحدد السوليد البيضاء ونحاول ان احنا نحدد مكان الرعد وندوس يو عشان نشوف الكي فريم ونرجعهم في بدايه الفيديو. كنترول دي للسوليد ونحدد مكانها بالشكل اللي يعجبنا. دلوقتي محتاجين ان احنا نحدد حركه التمثال وممكن ان احنا ننهي حركه التمثال في المكان ده. فنفعل كي فريم ونرجع ورا شويه ونخلي بوزيشن التمثال يبقى تحت شويه. سيلكت على الكي فريم وندوس اف 9 ونروح للجراف اديتور نخلي شكل منحنى بالطريقه دي بحيث انه يكون سريع في البدايه ويبطأ في الاخر. ونرجع نحدد صوره التمثال تاني وندوس تي عشان نفتح الاوباسيتي ونخلي الاوباسيتي في البدايه صفر وعند الكي فريم الاخير نرجع الاوباسيتي 100. ممكن ان احنا نبعد مسافه من بين الكي فريمات شويه بحيث ان هو يبطئ السرعه. دلوقتي محتاجين ان احنا نحدد حركه التكست فهنعمل نفس الكلام اللي عملناه مع الصوره. هنحدد نهايه حركه التكست بكي فريم للبوزيشن وكمان الاوباسيتي ونرجع ورا عند بدايه حركه التكست ونخلي البوزيشن تحت شويه ونخلي الاوباسيتي على صفر. سيلكت على كي فريم البوزيشن بس وندوس اف 9 ونروح للجراف اديتور ونخلي شكل منحنى بالطريقه دي. هنعمل نفس النظام بالنسبه للتكست اللي تحتيها. بالنسبه لحركه الشيب لاير حمراء فهنروح نقصها عند بدايه حركه التكست وندوس كنترول دي عشان ناخدها كوبي ومن التراك مات هنوصلها بالشيب لاير الاولى وندوس بي عشان نفعل البوزيشن ونحدد نهايه حركتها بكي فريم ونرجع ورا شويه عند بدايه الحركه ونخليها تروح شمال. سيلكت على الكي فريم وندوس اف 9 ونلعب شويه في شكل منحنى لحد ما نوصل لنتيجه ترضينا وده كده الشكل اللي ناتج معانا. دلوقتي محتاجين ان احنا نحدد الحركه الثانيه للتمثال فهنروح على صورته وندوس يو عشان نشوف الكي فريم ومن عند اخر كي فريم هنتحرك شويه بسيطه ونفعل كي فريم للبوزيشن. بعد كده ندوس اس عشان نفعل السكيل ونعمل لها كي فريم ونتحرك قدام شويه وبعد كده نغير يدوي في السكيل والبوزيشن اللي تبع التمثال. سيلكت على كي فريم السكيل وندوس اف 9. ممكن ان احنا نمدها قدام شويه عشان تكون الحركه ابطا من كده وده كده الشكل اللي طلع معانا. طبعا الحركه فيها اعاقه ولكن حلها بسيط. هنعمل سيلكت على اخر كي فريم للسكيل والبوزيشن وندوس اف 9 ونروح للمنحنى ونكون متاكدين ان احنا عاملين سيلكت على اخر 4 كي فريم ومن الجراف اديتور نغير في شكل المنحنى كلهم سوا بالطريقه دي وده كده الشكل الناتج في الاخر. طبعا حركه سلسه واحسن من الاول بكتير. بعد كده نعمل سيلكت على التكست والشيب لاير موجودين معانا وندوس تي عشان نفتح الاوباسيتي ونفعلهم كلهم كي فريم عند اللحظه اللي عايزين التكست والشيب لاير يختفوا فيهم ونتحرك حركه بسيطه جدا قدام ونخلي الاوباسيتي عند الصفر. ممكن ان احنا نحرك اخر كي فريمات شويه قدام عشان تختفي بسرعه. بعد كده ندوس كنترول تي ونضيف التكست الجديد والعب في الشكل براحتك لحد ما توصل لحاجه ترضيك. دلوقتي محتاجين ان احنا نحدد ميعاد ظهور التكست فندوس تي عشان نفعل الاوباسيتي
ونفعل كي فريم للاوباسيتي وكمان البوزيشن، ونرجع ورا شويه عند اللحظه اللي عايزين التكست تظهر فيها ونخلي البوزيشن لتحت شويه، ونفعل كي فريم للاوباسيتي نخليها 0. سيلكت على كي فريم البوزيشن وندوس F9 ونروح للجراف اديتور، وده كده الشكل الناتج معانا في الاخر. دلوقتي نعمل سيلكت على كل الصور والتكست اللي ضفناها وندوس كنترول شيفت سي عشان نعملهم في كومبوزيشن لوحدهم. دلوقتي هنروح لحته الاضاءه، فهنروح نبحث عن افكت سبوت لايت. طبعا انا مش اجمد حاجه بالنسبه للاضاءه، فانت براحتك العب في الاعدادات لحد ما توصل لحاجه ترضيك، ولكن في الاخر دي الاعدادات اللي ظبطت معايا الشكل، ودي النتيجه بعد ما ضفنا الاضاءه. طبعا بتفرق جدا معاك. ومن الاصل دبل كليك على اي كومبوزيشن من الثلاثه، ودبل كليك تاني على الكومبوزيشن اللي جوه لحد ما نوصل للصوره والتكست الاصلي. بعد كده هنضيف شويه ملحقات، ومن افكت هنضيف تاثير التنت ونغير اللون الابيض للون الاحمر اللي موجود في التكست. طبعا الملحقات دي هتدي شكل احسن بكتير بالنسبه للصوره. وهنضيف صوره الدرع ونحط له نفس التاثير، ولكن مش هنغير اللون الابيض. ونضيف الملحق الثالث واللي هو صوره السيف، وبرضك نحط له نفس تاثير التنت ونسيبه على اللون الابيض. فنتحرك ثانيتين قدام ونعمل سيلكت على الدرع والسيف وندوس بي عشان نحدد البوزيشن. بعد كده نعمل كي فريم ونرجع للبدايه ونخلي حركه السيف بدايه من فوق. وبالنسبه للدرع فهنجيب البوزيشن يمين شويه. سيلكت على الكي فريم وندوس F9 ومن الجراف اديتور نخلي شكل منحنى بالطريقه دي. دلوقتي محتاجين ان احنا نحدد حركه دوران الدرع. سيلكت على صوره الدرع وندوس ار عشان نحدد الروتيشن. وعند اخر كي فريم كنا عاملينه هنعمل كي فريم للروتيشن، ونرجع للبدايه ونحرك الروتيشن شويه بحيث ان هو يدي الحركه الدورانيه. سيلكت على الكي فريم وF9 ونروح لنفس الجراف اديتور ونعمل نفس شكل المنحنى. سيلكت على الكومبوزيشن الثانيه وندوس كنترول دي عشان ناخدها كوبي، ومن فوق نحدد الماسك على شكل مستطيل ونعمله بالطريقه دي. وهنعمل نفس الكلام للكومبوزيشن الثانيه، ولكن هنعمل الماسك من تحت. سيلكت على كل كومبوزيشن منهم وندوس بي عشان نحدد البوزيشن، ونعمل كي فريم ونتحرك قدام شويه ونخلي البوزيشن يقفل على بعض بالشكل دوت. سيلكت على كي فريم وندوس F9 ونتحرك كمان قدام شويه، وبعد كده نخلي البوزيشن يطلع بره الصوره. سيلكت على الكومبوزيشن اللي عايزينها تظهر بعد كده، واللي هو منظور الاول اللي عملناه سوا، وندوس كنترول شيفت دي عشان نقصها لجزئين ونحذف الجزء الاول. وهنعمل نفس النظام بالنسبه للسوليد الاخيره. بعد كده نعمل اظهار للسوليد والكومبوزيشن، وده كده الشكل اللي الناتج معانا. طبعا بالنسبه للفراغ اللي موجود فوق، فالفراغ ده كله هيروح مع حركه الكاميرا البسيطه. وزي ما كنت قايل لك ان المنظور الاول هيتغير بعد كده، فاحنا هنغيره دلوقتي بحاجات بسيطه جدا. كل اللي هنعمله ان احنا هنعمل دبل كليك على الكومبوزيشن وهنروح للسوليد اللي كان موجوده جوه، وهنغير الجريديان رامب للون الاسود والرمادي. صوره السحاب هنرفعها فوق شويه، وطبعا كان في مبنى فاحنا حذفناه، والشيب لير اللي كان موجود على شكل الشمس بردك حذفناها. وبالنسبه لملحق القمر فاكيد هتلاقيه في وصف الفيديو. شكل بسيط جدا، وهنديله كمان لمسه فنيه صغيره واللي هي صوره الخفافيش مع باك جراوند باللون الاخضر. هنروح لافكت نبحث عن تاثير الكالر كي ونحدد اللون للون الاخضر، وهنعلي دي شويه لحد ما نبتدي نشوف ان اللون الاخضر اختفى تماما. ونرجع للاصل ونبتدي ان احنا نضيف سوليد جديده. السوليد دي هنخليها في الاخر تكون تحت الصوره وكمان فوق الكومبوزيشن اللي لسه معدلين عليها. سيلكت على السوليد ونروح فوق الماسك ونحدد الشكل البيضاوي ونخليها بالطريقه دي. ومن الماسك هنفعل خيار الانفرتد ونعلي في الفيزر شويه عشان يدينا الاجواء السينمائيه. وبكده كنت غطيت لك اكبر قدر من الشرح، وبرضك ما حبيتش ان انا اطول في الفيديو عشان ما يزيدش معانا اكتر من كده. بالنسبه للحاجات الباقيه فهي حاجات بسيطه جدا، وهتلاقي ان احنا شرحناها في نفس الفيديو. وبس ما تنساش انك تقولي رايك في الكومنتات وتشترك معانا في القناه لو لسه ما اشتركتش. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وسلام.